لسه عليكم. بالظبط سلسلة وصفات العزومة دي تاني فيديو هينزل لكم، او مش عارف اول فيديو او تاني او بالترتيب، بس دي تاني وصفة هنعملها في العزومة وهي الكفتة. هنعمل كفته حاتي بس من غير لحمه، المره دي هنعملها بالفراخ. بالظبط زي ما عملنا كفته الرز بالفراخ هنعمل كفته الحاتي بالفراخ. كفتة حياتي بالفراخ طعمها حلو جدا جدا، وكمان حاجة جديدة ومختلفة. يلا بقى بينا نشوف احنا هنعملها ازاي. يلا جبت الفول والصويا، نقعناه، وبعد ما نقعناه في ميه مغليه او ميه عاديه لمده نص ساعه صفيته. هبتدي بقى اضربه في الكبه. هو قد ايه؟ ايه على الكيلو الا ربع من البانيه. نضربها. وفضيناه اهو في طبق، وبعد كده ابتدينا جبنا البانيه وهنقطعه عشان نضربه هو اخر في الكبه. ممكن بقى تجيبوا وركين او صدرين احنا جايبين او وركين وصدرين. يعني احنا جبنا فرخه وخليناها. وممكن تجيبوا صدور بس. ممكن تجيبوا وراك مخليه عادي، لو مش هتعرفوا تخلوها خلوا بتاع الفراخ يخلوها لكم عادي، مفيش اي مشكله. نحط بقى نضربها. هنوقف لحد ما نضرب. بعد كده معلقه بصل بودر، معلقه توم بودر كبيره، يعني معلقه صغيره هرم كده. نحط برضو معلقه من السبع بهارات، وفلفل اسود، والخضره دي كوبايه خضره مفرومه. نحط معلقتين صغيرين من الملح، يعني لكل نص كيلو معلقه صغيره. نحط شويه كمان عشان احنا بنحب الملح زياده. وهقلب. بعد كده هاخدهم تاني على الكبه، هنفرمهم كويس. بعد كده بقى هنيجي ونعملها ثانيه واحده. نص معلقه صغيره من الكربوناتو، بيكربونات الصوديوم، اللي هو بالظبط كده. وممكن نحط لو عندكم بهارات برجر او بهارات كفته بتاعت الماجي، نحط معلقه كبيره. هقلبهم بقى واخدهم على الكبه، نفرمها، وبعد كده هنرجع بقى ونعملها مع بعض. هنفرمها تاني كده مره بعد كل بالتوابل بالخضره بالفول بكل حاجه. قطع بصلايه كده كبيره، بصلتين صغيرين او بصلايه كبيره. تبتدي تقطع بصل. ايه انت اصلا نسيت البصل؟ نسينا نحط البصل، بس هو يعني هو لحقنا الوصفه برضه. فهو لحق نفسه يعني. هو ده اجتهاد، يعني ممكن تحطوا بصل وممكن ما تحطوش. انت عشان نسيته بقى اجتهاد. عايزين تحطوا نسبة دهون 25% برضو في الكفتة، حلو جدا. هي المفروض تحطوا لها 25 جاموسي عادي، اللي هو الدوش. بالظبط، بيتحط مع الكفتة بتاعت الفراخ. نضرب البصل. نحط بقى باقي الكفتة والباقي على الترابيزة كده. لو انا اللي موقعه دلوقتي كنت سكت. اتبهدلتي. ايه الهمجيه اللي انت بتعملي بيها دي؟ نضرب. جبت الصينيه اللي هنحط فيها الكفته، وبعد ما فرمتها هنجيب سيخ او اي حاجه او تصبعوا عليها، وايدي فيها شويه زيت. هاخد بقى شويه من القطعه كده. لغه عربيه فصحى. شويه من القطعه. شويه من القطعه كده. ونحطها في الصينيه. طبعا كبروا الصباع شويه وطولوه علشان هو بيكش. بس اعتقد كفته الفراخ دي ما بتكشش عشان ما فيهاش دوش زي اللحمه، صح؟ بصي، هي ما بتكشش قوي، بس هي كل حاجه اي لحوم بتكش. شايفين الصباع الكفته؟ حياتي حياتي. عشان تعرفوا بس خلصنا اهو كميه الكفته وصبعناها كلها. هندوب بقى دلوقتي هندخلها الفرن وهنطلعها نقدمها معاكم. حلوه جدا وشكلها حلو قوي، وكمان طعمها حلو قوي. احنا حطيناها فتحنا عليها الفرن من تحت، وبعد كده خدت لون ورحنا قافلين وفاتحين الشوايه عليها. خدت
طبعا احنا الاول حطيناها من تحت خدت لون، وبعد كده رحنا قافلين من تحت وفاتحين الشوايه وخدت لون من فوق، وقدمناها بقى زي ما انتم شايفينها بالطريقه دي. يا رب بقى كفته الفراخ المره دي تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لنا رايكم فيها، طبعا تكتبوا لنا لايك وتكتبوا لنا قصدي كومنت حلو على الفيسبوك، تعملوا لنا لايك، وسبسكرايب على اليوتيوب. وكل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم. بصوا بقى طريه ازاي، نص من جوه